لا تعلو الدول بهيبتها إلا أن تبنى على نزاهة القضاء واستقلاليته، والقضاء عماد بناء الدولة الرشيدة، ثابت يجدد التركيز عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمناسبة الحفل السنوي السادس ليوم القضاء العراقي، والذي واكبت شاشة التغيير على تغطيته عاما بعد عام لما لأهمية الإعلام الوطني في نقل إنجازات القضاء العراقي الذي يحارب لأجل العراق بسلاح سيادة القانون واحترام الدستور. اليوم الذي نجح فيه قضاة العراق في نيل مطلبهم بتحقيق الاستقلال التام الذي يعد الهدف الأسمى لجميع القضاة في العالم. ويحفر في الذاكرة يوم القضاء العراقي بعد استحقاق الاستقلال الذي نادى له قضاة العراق ترسيخا لأهمية القضاء المستقل الذي يعتبر معيار تقدم الأمم. العراق الذي يمر بأزمات متراكمة عزز بها الخارجون على القانون جرائم الفساد إذ استغلوا ضعف البلاد